وصفة كوكا ناجحة 100% وتجي في قمة البنة. اللي حابة تشوف الوصفة تبع معنا الفيديو. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اولا راح نبدا بتحضير الحشو تاعي اللي درت فيه بصل وفلفل اللي قطعتهم الى قطع صغيره، وراح نضيف له حبه طماطم مرحيه، وراح نضيف التوابل. عندي راس الحانوت الحمار والملح، ونضيف الثوم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. من بعد راح نضيف الزيت، راح نحط المقله تاعي على نار هادئه ونحركها باستمرار حتى يطيب لي هاد الخضره. ويمكن تزيدي حوالي كاس الا ربع تاع الماء باش تطيب لك هذيك الخضره، كاس الا ربع حتى كاس ماء. من جهه واحده اخرى راح نحضر العجينه. عندي انا كيلت بهذا الكاس، درت 4 كيلات. راح ندير كيله تاع الحليب، كيله تاع الزيت، مغرف تاع خميرة الخبز، وراح نضيف الملح ما ننساش، وهنايا راح نضيف مغرفة صغيرة تاع السكر، وعندي بيضة، وتاني راح ندير مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات. نلم الكل، يعني ما تحتاجيش هنا في هذه العجينه ما تحتاجيش تلمي بالماء ولا بالحليب، تلميه غير هكا. 4 كيلو تاع الفارينه يجو قيس ما ديري من المواد الاخرى، قيس ما يتلملك. فوالا هنايا راني نحاول نلم فيها، وراح نحطها على لو بلون دو طرافاي تاعي باش نلمها مليح، نعجنها شويه. فوالا راح نخليها ترتاح نص ساعه. فوالا بعد ما خليتها ارتاحت نص ساعه رجعت وراح نحلها بالحلال. برومييرمون راح نرش لو بلون دو طرافاي تاعي بالفارينه كيما راكم تشوفوا باش ما تلصقليش. فوالا يعني العجينه تجي طريه، ما راحش تتعبي معاها. خلاص راح نحلها هكا بالحلال ونديرها في الصينيه. بعد ما طاب لي هذاك الحشو زدت قطعت له شويه تاع الزيتون وراح نديرو فوق هذيك العجينه. راح نحاول نديرو على كامل العجينه، يعني نوزعو على كامل العجينه. راح ناخذ الجبن تاعي، انا نستعمل هذا تعريفي جديد راح نحلو اليوم معاكم ونجربوا في هذه الوصفه. فوالا بعد ما درت له شويه تاع الجبن راح نحل بالحله العجينه الاخرى ونديرها فوق هذه، يعني فوق الحشو راح نغطيها به. فوالا
وبعد ما حليتها وغطيتها به راح ندهن كامل الوجه تاعها بصفار البيض. بعد ما دهنته كامل ما راحش نقطعه، راح نطبعه برك بهكا بالموس. كي نبدا نقطع ولا نطبع اي حاجه ديريها بسنيوه كبيره كيما هذه، تبداي من الوسط باش يجو كامل كيف كيما راني ندير هنايا. شوفوا كيفاش راح يجوني كامل نفس الحجم، ما تبدايش من الطرف. فوالا هنايا بعد ما درت لها صفر من الفوق وطبعتها كامل كيفاش راح نقطعها، راح نزيد لها زيتون اسود من الفوق ونديرها في الفرن. هنايا بعد ما طابت لي كيما راكم تشوفوا خرجت لي هايله، راح نقطعها. لازم تخلوها تبرد مليح باش تقدروا تقطعوها وما تجيكمش يعني معجنه. ولا راح نقطعكم اول قطعه تشوفوها كيفاش جات هايله رقيقه. هنايا راح نحطها كامل في هذا البلان باش نقدمها. كما قلت لكم كاين بزاف اللي يحبوا يديروا هذه الوصفه تاع الكوكا بالعجينه المورقه، تاني تجي هايله. انا هذه الوصفه درتها للناس اللي ما تعرفش تدير بالعجينه المورقه، تقدر تستعمل هذه الوصفه. الخطره الجايه ان شاء الله راح نديرها لكم بالعجينه المورقه، وراح نشارك معكم تاني كيفاش تديروا العجينه المورقه بالتفاصيل. لحقنا لاخر الفيديو. هذا هو الشكل النهائي للوصفه تاع اليوم، نتمنى تعجبكم. ما عليا نقول لكم غير بقاو على خير، وما تنساوش الاشتراك في القناه وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، صحة فطوركم.